مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب وألذ أساور كعك بالتمر. تابعونا لآخر الفيديو لتتعرفوا على عمل الوصفة. بالبداية هون أنا استخدمت 6 أكواب من الطحين، بدي أنخلهم كتير منيح. طبعا هون أنا استخدمت معيار الكيلو بما يعادل 6 أكواب. وأهم خطوة بهالمرحلة إنه النخل، يعني نخل الطحين جدا مهم بهاي الخطوة. طبعا انتوا فيكم تضاعفوا الكمية او تقللوها على حسب حاجتكم او المعيار اللي انتوا حابينه. وطبعا هيك بعد ما نخلت الطحين كتير منيح وخلصت من كل الشوائب الموجودة فيه، رح انزل عليه كوبين من سميد الفرخة اللي هو السميد الناعم. بالإضافة إلى هون حطينا 3 معالق من الحليب الباودر، وحطيت 4 معالق من السمسم، حمصتهم كتير منيح، ومعلقة كبيرة من حبة البركة. طبعا بالنسبة لهون بهارات الكعك أنا استخدمت هون بما يعادل 4 معالق كبار من بهارات الكعك. بالإضافة إلى استخدمت هون معلقتين كبار من السكر الباودر، وربع معلقة صغيرة من الملح. وطبعا هلأ رح أحرك كل المكونات الجافة مع بعض مثل ما انتم شايفين. ونزلت هون آخر شي معلقة صغيرة ممسوحة مسح من المحلب. صبايا هون المحلب ما بنكتره حتى ما يعطينا مرار للعجينة. رح نحرك كتير منيح. بالنسبة للمكونات السائلة استخدمت هون كوبين من السمنة المذابة. طبعا سخنتها كتير منيح على النار، بديها تكون تغلي غلي. وضفت عليهم هون كوب وربع من زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون أبدا ما بيكون عنا ساخن، يعني بس بيكون عنا بنفس درجة حرارة الغرفة. رح أحرك المكونات هون كتير مع بعض، وهون عندي رح أستمر بالتحريك لحد ما تتجانس معي كل المكونات. وعندي هون المكونات الجافة تمتص المواد الدهنية كلها. مثل ما انتم شايفين الحركة هون بتكون بأطراف الأصابع، بس بمجرد انه العجين عنا تمتص كل المواد الدهنية، يعني بنفرك فرك. طبعا هلأ بعد ما بسيته كتير منيح هون صبايا، من الأفضل إنه نتركه لحد 4 أو 6 ساعات. وإذا حابين تتركوه لليلة كاملة تاني يوم بيكون النتيجة أطيب وأفضل. بس أنا حبيت إني أتركه لمدة 4 ساعات حتى أسهل إني أنزل لكم إياهم بالفيديو. بالنسبة للحشوة هون أنا استخدمت العجوة هون أبدا ما فيها عندي أي نوع بذور. حطيت عليها معلقتين كبار من السمسم، وحطيت عندي معلقتين كبار من السمنة، بالإضافة إلى معلقة كبيرة من بهارات الكعك، وشوي من جوز الطيب. طبعا جوز الطيب يعني على طرف المعلقة الصغيرة. رح أعجن فيها كتير منيح لحد ما تتماسك معي تماما. ورح أبلش مثل ما انتم شايفين هون أشكل بهاي الطريقة، وأفردها عندي بالصحن الجانبي لحد ما تخلص معي هون كل الكمية. صارت الكمية هون جاهزة معي. وهلأ بدنا نرجع للعجينة تاعتنا. أنا رجعت للعجينة هون بعد 6 ساعات. وهلأ رح أبلش أفكفك العجينة، طبعا لأنه لازم نحطها بمنطقة باردة. السمنة بلشت تجمد معي هون والمواد الدهنية. بالنسبة للعجن صبايا حطيت معلقة كبيرة على ركوة قهوة، غليت ينسون، معلقة ينسون كبيرة وغليتهم، وبلشت أعجن فيها تدريجيا لحد ما وصلنا لهاي النتيجة من العجينة، بحيث انه تحسوا انه لما عم بتكوروا او بتعملوا كور او دوائر عم تتشكل معكم. خلينا نعمل اختبار لأول قطع معنا. طبعا صبايا هون بيرجع عندكم العجن لنوع السميد ونوع الطحين، يعني بدكم تعجنوا باليانسون أهم شي تدريجيا، مش مرة واحدة تحطوا اليانسون لحد ما تتماسك معكم العجينة. مثل ما انتم شايفين هون شكلنا بهاي الطريقة. العجينة بسم الله ما شاء الله أبدا ما تشققت معي، وحطيتها هون بهاي الطريقة وصارت معنا هيك. تأكدنا إنه العجينة معي صارت تمام. رح أرجع مرة تانية أعمل بهاي الطريقة. صبايا هون لما نعمل الكور أو الدوائر
بدنا نحاول إنه ما تكون كبيرة وما تكون صغيرة، حتى تكون معنا حلقات الكعك أو أساور الكعك شكلها حلو، وأبدا ما تكون معنا كبيرة. رح نمدها بأصابعنا مثل ما انتم شايفين، وضغطة بسيطة، ونحطهم بالصينية. طبعا الصينية هون أبدا ما بتلزم معنا نحط أي مواد دهنية أو نحط أبدا أي شيء بقاع الصينية، لأنه أصلا الأساور عنا كلها مواد دهنية. طبعا أنا جهزت الفرن على درجة حرارة 220 من الأسفل. فيكو إذا حابين برضو تشغلوا الشواي من فوق، ولكن الأفضل إنه نشغل من تحت، نخلي النار مسبقة على 220، وبعد هيك أول ما تتحمر معنا من الأسفل بنشغل عليها على الشواي من فوق لحتى تتحمر معنا ونطلعها من الفرن. وهيك صارت عنا أساور الكعك ما شاء الله، وصفة جدا سهلة هشة وطرية ولا أطيب من هيك، وبتمنى أنكم تجربوها. هيك صارت وصفتنا جاهزة لهاليوم. بتمنى إذا الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وألف عافية على قلوبكم. شكرا لحسن المتابعة.